بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير يا رب ان شاء الله. النهارده هنحضر الغدا مع بعض. ولادي قالوا لازم عاوزين النهارده صينيه مكرونه بالبشاميل. هنا حضرت اللحمه وكان عندي البصل في الفريزر مفرزاه، وابتديت حطيت البصل على اللحمه وكده بنعصج اللحمه. طلبوا صينيه مكرونه وبطاطس وصينيه بطاطس وملوخيه، وطبعا ما اقدرش اقول لاولادي لا. ابتديت اعصج اللحمه وحطيت التوابل وكل حاجه. هنبتدي خطوه خطوه. معروفه انا بصراحه اول ما بيقولوا لي على المكرونه بتضايق، لان المكرونه مواعينها كتير وخطواتها كتير. فاهم حاجه؟ لازم نرضي اولادنا، بس هم هيغسلوا المواعين، لان المواعين كميه المواعين والحلل والاطباق كتير. هنا بعد ما سبت اللحمة تتعصج كده براحتها وحطيت التوابل والبصل وكل حاجة، هبتدي اعمل البشاميل. هنا عشان عاملة مكرونة كتير كمية الدقيق كتير. انا ما بحطش بنظام المعالق واني اعاير والكلام ده. انا بحط كده بالبركة وبتطلع مظبوطة معايا. يعني انا حطيت الدقيق كده على طول وظبطته، وكانت كمية البشاميل مظبوطة تمام. في الملح في كل حاجة، يعني مش باخد بمقادير معينة، وبتطلع الحاجة بسم الله ما شاء الله مظبوطة خالص. بعد كده هنا حطيت المية في حلة تاني، كنت يعني اللحمة بتتعصج وبعمل البشاميل، وهنا حاطة مية وملح وزيت عشان اسلق المكرونة. كله كده كله على النار. انا كده ابتديت في المكرونة بس لسه ما ابتديتش في باقي الاكل. هسلق المكرونة وبعد كده اخليها على جنب كده لغاية ما اخلص البشاميل واخلص اللحمة. هي مشكلة صينية المكرونة دي ان بتاخد بعد ما بتخلصيها وتجهزيها قبل ما تحطيها في الفرن، تلاقي ان الحوض اتملى مواعين. انا بتعقدني وبتضايقني في كده. خلاص كده تمام. هنا بعد ما عملت دقيق حمرته، وانا احمر زيادة شوية بس مش مشكلة، طلعت المكرونة حلوة خالص. هنا طبعا بقلب الدقيق بيكون كلكع كده، بس مش مشكلة، انا بضربه بالهاند بلندر وبيكون مية مية ومفيش اي كلاكيع ولا اي حاجة مش مظبوطة. هنا بنضرب كويس. انتوا شايفين كمية الشوربة واللبن كتر، بس لا، بعد ما بضرب بالهاند بلندر وبسيبه يغلي شوية حبة كده بتجمد معانا البشاميل. شايفين لون البشاميل وشكله بعد ما حطيت اللبن وكله مظبوط خالص. الهاند بلندر بجد فظيع، بيظبط معايا، لان لو استخدمتي المعلقه وبايدك بتتعبي وبتاخدي وقت كبير، عشان الدقيق لازم تقلبي كتير عشان الدقيق ما يكلكعش معاكي. كده خلصت كل حاجه، حضرت البشاميل والعصاج والمكرونه سلقتها، وهنا بفرش باتن الصينيه، وبحط كميه بقسماط زي ما انتوا شايفين. البقسماط ده بيخليها تحمر ويخليها ما تلزقش في الصينيه، بجد حلو خالص. ترشي بقسماط في الصينية كمية حلوة زي ما انتوا شايفين. انا هنا عملت صينيتين طبعا كبار. كده برش بعد ما دهنت الصينية كويس، برشها زي ما انتوا شايفين اهو. ممكن ما عندكيش بقسماط، ممكن تحطي البشاميل طبقة كده من البشاميل. هنا بحط البشاميل كله على المكرونة كلها زي ما انتوا شايفين، وبنقلب الكمية كلها مع بعض. في ناس بتحط صف مكرونه وبعد كده ترش عليه البشاميل وتحط اللحمه وبعد كده تحط المكرونه وبعد كده ترش بشاميل. انا بتريحني الطريقه دي، بحط البشاميل على المكرونه كلها كده، حتى لما بتيجي تقطعيها بعد ما تطلع من الفرن بتكون زي مكعبات كده مظبوطه، مش بتتفركت معانا.
حطيت كمية كبيرة كمية على المكرونة، كمية بشاميل على قد ما تكفي يعني الكمية دي، وبسيب كمية من البشاميل عشان نغطي بيها صينية المكرونة. بعد كده حطيت برضو كمية من اللحمة على المكرونة، بيديها طعم حلو خالص. ما تخليش المكرونة سادة، عاملاها بالكبدة حطي كمية كبدة مع المكرونة قلبيها، بيديها طعم حلو. عاملة لحمة تحطي لحمة وتقلبيها وبتكون طعمها حلو خالص. بعد كده فرقت جزء من المكرونة في الصينية زي ما انتوا شايفين اهو، وبحاول اسويها كده كويس. بنسويها وبعد كده بحط جزء تاني لحمة في النص اهو زي ما انتوا شايفين. بنفرد جزء من اللحمة وبعد كده بحط كمية مكرونة زي ما احنا كلنا متعودين. احنا عارفين طبعا، كله عارف بيطبخ كويس واكلكم حلو بجد، يعني كله عارف متعلم. بس احنا كل واحد بيقول الفكرة بتاعته وبنستفاد من بعضينا، وفي بنات لسه صغيرين لسه بيتعلموا. كل واحد ليه الطريقة بتاعته، زي ما بيقولوا كل شيخ وطريقته. كل يعني انا ما بشوف حد بحاول اشوف الحاجة كويسة وبعملها زيه. بستفاد من اي واحدة مثلا لو عندها فكرة بستفاد منها زي كده. بعد ما فردت العصاج في النص حطيت جزء من المكرونة تاني، وطبعا لسه وحطيت ولسه فاضل الملوخية وفاضل البطاطس. احنا كده خلصت صواني المكرونة وهحطها في الفرن، وبعد كده اكمل باقي الاكل. حطيت جزء من البشاميل من فوق في الوش كده. ممكن تحطي مع البشاميل بيضة وترشي الصينية كلها، وممكن ما تحطيش بيضة. انا ما بحطش البيض لان اولادي ما بيحبوش البيض في البشاميل. كل واحد وراحته. يعني البشاميل ده الكمية ممكن تحطي بيضة وتحطيه على الصينية، ممكن ما تحطيش زي ما انا عملت كده وبيدي لون حلو خالص. خلصنا كده المكرونة، نبتدي في البطاطس. عندي البصل جاهز الحمد لله، وشايفين الصلصة برضو مجمدة من الفريزر مطلعاها. بجد بيسهل علينا الاكل وينجز معانا بسرعة. هسيبه يسيح براحته على النار. انا اديت تقليبة خفيفة للبصل عشان تكون خفيفة كده وحلوة. في ناس بيحطوا كله ني في ني كمان بيمشي ويبقى جميل، بس انا بفضل كده. وقطعت البطاطس مع الفلفل وكده وجهزت كل حاجة كده. صينية البطاطس تقريبا جاهزة. عملنا الصلصة والبصل، وقطعنا البطاطس وحطينا عليها فلفل. هنا كنت غاسلة الفراخ كويس من بالليل ومنقعاه في المية والملح والسكر عشان يدي طعم حلو كده للفراخ. بعد كده حطيت المية وحطيت بصل وملح وورق لورا وحطيت الفراخ. هنا صينية البطاطس كده جميلة وجاهزة خالص، شكلها جميل. انا حطيت كل صواني المكرونة والبطاطس حطيته في الفرن، والفراخ بتستوي. وكده بحمر شوية رز كمان جنب المكرونة. ابني طلب مني رز كمان، رحت قلت لازم اعمل اللي هم عايزينه النهارده. هنا عملت رز بالشعرية وحمرته كده حلو. كده خلصنا صينية المكرونة وحطينا صواني المكرونة وعملنا كل حاجة وكله كده جاهز. والرز بعد ما حمرته وحطيت كله مع بعض واستوى. والملوخية وجمالها حاجة كده تفتح النفس. اتفضلوا معانا. كان طعمها فظيع 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 بجد. الشوربة كانت دسمة كده وطعمها حلو. خلصنا كل حاجة. بعد كده حمرت الفراخ. كانوا عايزينه النهاردة اعملهم كنتاكي بس ما كانش في وقت، وكنت محتاجة الشوربة بتاعة الفراخ للملوخية والبطاطس. شايفين شكل الفراخ وشايفين شكل صينية المكرونة والبطاطس تحفة تحفة تحفة. جاء طعمها كده جميل خالص. وصينية المكرونة من غير بيض وحمرت حلو جدا. انا عاملة صينيتين كبار. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، واذا عجبتكم الوصفة ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. والى اللقاء في وصفة تانية في رعاية الله.